الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. بصوا بقى، حبيت ايه نطلع كده نشم شوية هوا كده على النيل ونشوف ايه اجواء الاحتفالات بالسنة الجديدة ونودع السنة الحلوة الجميلة دي. الحمد لله يعني عدت على خير. هي مشيت بسرعة بس اخرها يعني كان صعب علينا شوية، بس الحمد لله. طبعا عاملين احتفالات جميلة. احنا هنا في ممشى اهل مصر عاملين احتفالات جميلة. انا قلت بقى ايه تخرجوا كده شوية معايا وتشموا شوية هوا بدل ما انا حبسكوا في المطبخ كده. في برا 2023 هصورها لكم، بس كان في زحمة وانا نازلة معرفتش. بصوا بقى المراكب في النيل كده شكلها كده ايه ما شاء الله. الناس فرحانة، ربنا يفرح الناس كلها ويا رب تبقى سنة خير وسعادة يا رب. بس شكل النيل بالليل بقى كده جميل وجمال، وبالليل بالنهار بقى هو جذاب يعني الصراحة. تقعدوا كده عليه كده ترتاحوا تشموا شوية هوا نضيف كده. قاعدة على النيل هنا تحس ان هي بتسحب كل الطاقة السلبية اللي جوانا. المكان كله بقى ايه متزين كده باشجار الكريسماس والغزالة اهي، بس مش عارفة رايقة ولا مش رايقة. بصوا المنظر بقى جميل يعني الصراحة. هو كان جميل طبعا، هو كل ايه الاماكن هنا مستعدة ومتجهزة بقى ايه للاحتفالات رأس السنة. المكان ما شاء الله جميل، بس انا مش عايزة يعني عشان في ناس قاعدة وانا بصور لكم المكان ده. المفروض ان هنا كافيه وفي قاعدة حلوة قوي. ده برضه في الكافيه هنا. بصوا يا حبايبي الشجرة دي بقى زي اللي كنت مصورها لكم السنة اللي فاتت في شبرا. بصوا شجرة ضخمة قوي برضو، وحابب يجي يتصور جنبيها، بس متهيألي اللي كانت في شبرا كانت أكبر من كده وكان فيها باب بقى بنخش كده جواه ونتصور. بصوا النافورات دي ألوان. في نافورات برضو قدام، بس أو أنا راجعة كده هصورها لكم. بجد المكان هنا جميل ومريح. اللي حابب بقى ايه يجي يغير جو كده ويهدى اعصابه. مش عايزين بس نصور الناس عشان محدش ايه يزعل. هنروح عند التمثال ده. تمثال يا حبايبي، تمثال على عروسة النيل. هو مش شبه عروسة النيل خالص، بس يعني اهو. التمثال ده يعني انتوا هتتمشوا في المكان طبعا هتستكشفوا كل حاجة. انا مش عارفة برضه اوصف لكم المكان ولا الاجواء قوي يعني. بصوا حبايبي، مش عايزة ابين لكم بتاعت الناس برضو، مش عايزين نضايق حد. منظر هنا جميل جدا. عربية جاية اهي. عدي المكان ما شاء الله يعني مصريين بقى وعرب واجانب وايه. بصوا حبايبي
الشجرة دي. العساكر اللي واقفة دي مش عارفة مالهم. طول الوقت يعني اكتر من ساعتين بنتمشى في المكان، يعني لسه ما وصلناش للاخر. المكان هنا جميل قوي. بصوا الغزالة دي يا حبايبي شكلها رايقة بقى. المكان جميل والله، مريح. بس يا حبايبي احنا كده خرجنا بره اهو. دي البوابة بقى اللي احنا دخلنا منها، اللي قلت لكم عليها قدام ايه، قدامها حاطين رقم 2023. ربنا يجعله كده رقم يبقى ايه متفائل كده للناس كلها، ويجعلها سنة خير وسعادة. وانا بصور لكم طبعا من يعني ايه من جوه، عشان الناس طبعا بتتصور قدامها من بره. البوابة دي اللي هي قدام مول اركيد دي على طول. بس يا حبايبي بقى اللي بيشوفنا لأول مرة وما اشتركش في القناة اشترك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.